على طاري الحب، يقول مجنون ليلى. تعرف مجنون ليلى؟ لا منها مجنون. هذا واحد اسمه قيس كان يحب واحدة اسمها ليلى. ايوه. وكان من كثر الحب اللي يحبها كان إذا مر على الديار يتلمس الجدران ويتلمس الطين ويتلمس الحيوانات. وأنشد أبيات يقول فيها: أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. يقول أنا حين أمر أقبل جدران الديرة هذه على أساس محبة الليلى. صدق هذا صدق بالله كيف؟ وربي انه صادق. يعني يحب جدران من كثر حبه الليلى. طيب واخوك تدري وش كانوا يحب؟ ايش كان تحب؟ والله ان شاني حتى احب حمار. لا اله الا الله. اشهد الله. حمار من؟ حمار اللي انا حمار اللي تحبها. ايه. لا اله الا الله. احب حمار واحب كلب. لازم تحكي لنا قصتها ما دام انك تحب. ما ابو قصه، ما هي قصه ذي قلتها ليلى ومدري من. مجنون ليلى. ايه مجنون ليلى. انا مجنون احمد. يعني كان تحب الحمار والكلب حقهم. اشهد لله. لا اله الا الله. اشهد لله في هذا الرقبه. طيب اعطني القصه بالله. تخرج من هذه قصه خلص، ما هي ذي قلتها يحب وقال يحب ماذا؟ الجدران. قال امر على ديار ليلى. ايوه. اقبل ذا الجدار وذا الجدار. ايوه. وما احب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. الديار. يقول انا ما احب الديره، انا احب اللي سكنها اللي هي ليلى. مسكين. ولذلك اقبل جدرانها. الله انه صادق يعلم الله. كيف المحبه توصل لهذه المواصيل؟ إيه لك الله. طيب انت عطني سالفه مختصره. ما ابغى ولا سالفه ذي. قال يحب جدران. انا كان يحبه. تحب واحدة؟ ايوه. طيب احب واحدة. ايوه. ويشهد الله اني احب حمار، حتى حمار حين اني احبه، والكلب حين يقول طيب ليش ما تزوجتها يا احمد؟ ما في قسم من الله. ولا رفضوا اهلها؟ اذا كتب لك الله بشيء تاخذه، ما يكتب لك الله بشيء ما تاخذه. طيب انت الان معناته من الله سبحانه. معناته يا احمد دام انك ما تزوجت، هو اللي يقسم الارزاق وهو اللي معناته دام انك ما تزوجتها لا زلت تحبها الى اليوم. نعم. ايه بس صعبه. يا كيف تعيش الان؟ كيف اعيش؟ كيف قلبك يعني الشعور؟ قلبي بهذيهن. ايه بس فيه المحبه باقي. ايوه فيه، لكن ما اروح اذبح نفسي ولا ما ابغاني اذبح نفسي. طيب وش نصيحتك مثل اللي يحبون؟ والله نصيحتي اللي يحب وكتب له والله النصيب يتزوج، واذا ما كتب له نصيب، واذا ما كتب له والله نصيب يحب حمار مهلي وكلب. يعني لا نلوم مجنون ليلى. لا وربي انا لا الا نهائيا. لا. الله المستعان. يعني الان اللي يعرفه واستنتجته ان اي انسان يحب وحده يحب غنمها وبقرها وجدايتها وبيتها وديرتها، ولا؟ نعم. طيب انت تحن للديار اللي كانت فيه؟ اي والله. الى الان؟ الى الان. كم لك قصة الحب؟ كم لها؟ يمكن 20 او 18 كذا. لا اله الا الله. طيب يا احمد تؤيد هذه الفكرة انه واحد يحب ويعشق ايه زعم اللي ما يحب ما هذا حيوان ما آدمي. لا بس يعني اللي يتزوجون عن طريق حب. نعم طريق الحب كويس. يعني ترى انها كويسة كذا ولا الزواج التقليدي؟ يموتون وعدهم محابة، يموتون وهم محابة. لا اله الا الله. أيوه. بس يقولون يا احمد، يقولون ان الحب اذا نكح فسد. كيف اذا نكح فسد؟ يعني اذا تزوجتها اللي تحبها ايوه خلاص. يعني ايش رايك في المقولة ان الحب اذا نكح فسد؟ والله كذاب اللي قاله. ليه؟ ما انت مجرب. طيب قسم بالله انه كاذب اللي قال لك. ليه؟ واحد يتزوج واحدة وهي يحبها ويفسد. ما يعني ما عاد الرغبة الأولى والشهوة. لا والله أنا هي تقول يعلم الله أنا هي نفسه. ما إنسان أنت تحبه. أيه؟ أنت تحبه حتى تموت ولا يموت ما يتغيرش. والله ما أنت بسيطة هذا. ما حب مصلحة. أيه؟ حب من القلب للقلب. صح. الله أكبر. طيب يا أحمد، لا قدر الله هذه المرأة جاء يوم من الأيام وأصبحت بدون زوج، هل ممكن انك تتزوجها؟ ايه والله ورب البيت وانا احبها. ايه والله وتزوج حتى لو عندها اولاد؟ لو عندها 10. الله قسم بالله وتزوج. الله شكل الحب شلع قلبك شلع صدق. اي على الله. عاد يشلع حتى ذي الحين.